اول ما بتنزل من التاكس الهدوم بتمسك في العربيه وبتتقطع وبتصرخ وبتنده على حبيبها وبتقول هات الجاكيت بتاعك بسرعه وبتخلى عنها وبتقول لها دي مشكلتك انت، انا ماليش دعوه وانا عندي دلوقتي اجتماع كبير فما ينفعش احضر من غير جاكيت، وبيمشي وبتستلم في حبيبها. فبيجي رئيس الشركه اللي هم شغالين فيها وبيديها الجاكيت بتاعه والبنت بتشكره وبيصمم يوصل لحد البيت بعربيته وبتشكره عشان ساعدها. وبيجي خطيبها وبيلاقي رئيس الشركه في بيته وبيقول له انت بتعمل ايه هنا، وبيقول له كنت بعدي من هنا وشفتها، وبيعزمه يشرب قهوه عنده وبيقول له على كل المشاريع اللي نفسه يعملها. وبعد ما بيشرب القهوه اللي عملتها البنت بيتفقوا وبيشتمها وبيقول القهوه مقرفه زيك، ورئيسه بيشرب القهوه وبيقول له كويسه مش وحشه. وبعد ما حبيبها بيطلع يجيب حاجه وجاي بيقول لها انت اللي مأجبرك تعيش مع واحد زي ده، وبتقول له هو بيحبني بس متوتر عشان عايز يكبر، وبيقول لها بالعكس لو كبر هيدوس عليك اكتر، وبتقول له انت غلطان، وبيقول لها انا هثبت لك. وبعد ما بيجي بيقول له انت هتبقى مدير كل الفروع والحسابات وهتقبض 10000 دولار في الشهر، والولد بيفرح جدا وبيشكره بيقول له انا مش عارف اقول لك ايه. وبعد ما بيمشوا هما الاثنين بيفرحوا جدا والبنت بتقول له مالولي ما كنتش هتوصل للمنصب ده، وبيقول لها مالولك ايه انت مالكيش لازمه في حياتي. والبنت بتتضايق من كلامه وبتقول له هو انت هتتجوزني امتى، وبيقول لها هتجوزك ايه انا عمري ما هتجوزك انا كنت بتسلى بيكي بس. والبنت بتصدم وبتصعب عليها نفسها وبتتاكد من كلام رئيسها وبتطرده من البيت. وبيجي رئيسهم في الشغل وبيقول لها اتاكدت دلوقتي، وبيقول له في مفاجاه تاني انت مطرود من الشركه، وبيقول له من المنصب، وبيقول انا عمري طبعا ما كنت همسكك حاجه زي كده بس كنت بختبرك بس.